الملكة دي في الحقيقة كانت عايزة تعمل طبق نودلز سريعة التحضير اللي أصلاً ما ظهرتش غير في الزمن الحديث. الخدام اللي حواليها اتفاجئوا جداً، عمرهم ما صدقوا إن الملكة المدلعة دي ممكن تطبخ. لكن لما مسكت السكينة باستهتار، حركات إيدها في التقطيع بهرت الشيف بتاع القصر اللي كان جاي يضحك عليها. شغل السكينة بتاعها كان احترافي جداً، قطعت كل المكونات لشرائح رفيعة ومتساوية. بعد كده لفت النودلز اللي كانت مسلوقة حوالين عصاية خشب علشان تديها شكل، ولما الزيت في الطاسة سخن على درجة مناسبة نزلت بيها في الزيت السخن وقعدت تقليها لحد ما بقت ذهبي. بعدين جه أهم وآخر خطوة، حطت شوية توابل غالية في طبق كبير وبدأت تدقهم بالعصاية لحد ما بقوا بودرة، وفي الآخر صفت البودرة في منخل علشان يطلع منها الحبوب الناعمة. كده كانت خلصت أهم بهارات النودلز سريعة التحضير. محدش قبل كده شاف طريقة طبخ غريبة بالشكل ده. بعدها الشيف بتاعت القصر اللي واقفة على جنب كانت مش راضية ومش مصدقة. عمرها ما توقعت إن مهاراتها في الطبخ تتغلب عليها ملكة مدلعة. الطباخين التانيين جريوا عليها يواسوها، لكن علشان تتأكد إذا كان أكل الملكة مجرد شو، طلعت فوق البوتاجاز وغرفت معلقة من شوربة النودلز ودقتها. بعد ما ركزت في الطعم، المعلقة وقعت من إيدها فجأة، شكلها اتغير على طول، وهمست إن الشوربة دي ممكن تكون ألذ شوربة شربتها في حياتها. وبعدين مسكت شوية نودلز بالشوبستيك، ولما شافت ريحتها وشكلها الممطوط صرخت وقالت إن ده معجزة بجد. في الوقت ده النودلز اللي عملتها الملكة كانت جاهزة للتقديم. الملكة ما استنيتش وخدت قضمة على طول، وهي بتاكل بشهية. الوصيفة اللي جنبها فضلت تبلع ريقها من ريحة الأكل وبدأت تمدح في الملكة بجنون. الملكة اتبسطت جدا وشاركتها حتة من النودلز الغالية بتاعتها. الوصيفة كلت قضمة كبيرة بحماس، حست بإعجاب حقيقي تجاه جلالتها، لكن في نفس الوقت كانت متلخبطة لأنها عاشت مع الملكة طول عمرها، ومع ذلك عمرها ما شافتها بتطبخ قبل كده. الملكة ابتسمت بفخر وهي بترد: النودلز السريعة دي ولا حاجة أصلا، الحقيقة إنها شيف عالمي بمستوى قومي. والملكة دي في الأصل مسافرة بالزمن من القرن ال21، يعني راجعة 500 سنة لورا.